السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم دارك حطة. إذا كنتم من الناس اللي يحبوا التجديد والديكور العصري وتفكروا في تغيير ألوان جدران داركم، إذا هذا الفيديو موجه لكم. اليوم راح نتكلم على أحدث تقنيات الدهانات لا بينتور اللي تقدروا تستعملوها في ديكور داركم، مع كيفية اختيار الألوان المناسبة لكل غرفة، أهم الماركات وكيفية تطبيقها بشكل عملي. أيضا راح نعطيكم نصائح ذهبية لضمان نتيجة مثالية عند تطبيق الدهان. تابعونا للنهاية لاكتشاف أفكار جديدة وعصرية تغير ديكور داركم بأسلوب أنيق وحديث. أولا، دهان الميتاليك، اللمعان المعدني. كيفية التطبيق: نستخدم فرشاة ناعمة أو رشاش دهان خاص لتوزيع الدهان بالتساوي على الجدار. يفضل تطبيقه على جدار واحد فقط في الغرفة لإبراز التأثير المعدني الفاخر. الألوان المناسبة لهذا الدهان: الذهبي، الفضي والنحاسي هي ألوان مثالية لإضافة لمسة من الفخامة في الصالون أو غرفة الطعام. الماركات المتوفرة: كاباغول تقدم دهانات معدنية عالية الجودة. النصيحة اللي نمدها لكم لهذا الدهان: قبل تطبيقه تأكد من أن الجدار مسطح وخالي من كل عيوب، لأن هذا النوع من الدهان يظهر أي تفصيل غير مرغوب فيه. ثانيا، دهان التأثير الخرساني لو بيتون سيغي. نطبق معجون خاص للحصول على التأثير الخرساني ثم يصقل ليصبح أملس. هذه التقنية تتطلب محترفين لضمان نتائج مثالية. الألوان المناسبة في هذا الدهان: الرمادي الداكن والفاتح، وهو شائع لهذا التأثير، مناسب للمطابخ والحمامات وحتى غرف المعيشة. الماركات المتوفرة في هذا الدهان: طولون تقدم مجموعة ممتازة لهذا النوع. نصيحتي لكم: لضمان طول عمر هذا الدهان استخدموا طبقة واقية شفافة فوقه لمقاومة الرطوبة والعوامل الأخرى. ثالثا، التدرجات اللونية لومبر. يتم دمج لونين باستخدام إسفنجة أو فرشاة، بدءا من لون فاتح في الأعلى والانتقال إلى لون داكن في الأسفل. الألوان المناسبة لهذا الدهان: الأزرق الفاتح إلى الأزرق الداكن لغرف النوم، أو الباج إلى البني لغرف المعيشة. الماركات المتوفرة: جوتون توفر ألوان مثالية لهذه التقنية. نصيحتي لكم: طبقوا هذه التقنية على جدار واحد فقط في الغرفة لإبراز تأثير دون إغراق المساحة. رابعا، دهان الساتان يطبق باستخدام فرشاة أو بكرة ناعمة، ويتميز بلمعانه الخفيف وسهولة تنظيفه. الماركات المتوفرة: دولوكس توفر دهانات ساتان عالية الجودة. نصيحتي لكم: استخدموا طبقة تحضيرية برايمر قبل دهان الساتان لضمان أن الدهان يثبت بشكل متساوي ويدوم لفترة طويلة. خامسا، دهان مع تأثيرات فنية تكستور بينت. استخدموا أدوات مثل الإسفنج أو الفراشي الخاصة لتشكيل أنماط بارزة ثلاثية الأبعاد على الجدار. الألوان المناسبة لهذا الدهان: الألوان الترابية مثل الباج أو الرمادي الفاتح، مثالية لجدران المداخل وغرف المعيشة. الماركات المتوفرة: لوفيس تقدم دهانات بتأثيرات فنية مميزة. نصيحتي لكم لهذا الدهان: استخدموا هذه التقنية على جدار واحد فقط لتجنب تحميل الغرف بأكثر من اللازم. سادسا، دهانات صديقة للبيئة Eco-Friendly Paint. سهلة التطبيق باستخدام فرشاة أو بكرة، وتتميز بأنها خالية من المواد الكيميائية الضارة. الألوان المناسبة: الأزرق الفاتح، الأخضر الباهت، الأبيض النقي، مناسبة لغرف الأطفال وغرف النوم. الماركات المتوفرة: زيرو فوك توفر دهانات صديقة للبيئة. نصيحتي: اختاروا دهانات صديقة للبيئة لتقليل الحساسية وتوفير بيئة صحية أكثر في المنزل. راح نعطيكم نصائح عملية. أولا، تحضير الجدران. تأكدوا من تنظيف الجدران جيدا وإصلاح أي شقوق أو عيوب قبل بدء الدهان، هذا يساعدكم على الحصول على نتائج ناعمة ومتساوية. ثانيا، ننصحكم باستعمال طبقة تحضيرية برايمر قبل الدهان، خاصة إذا كنتوا تتنقلوا من لون غامق إلى فاتح لضمان تغطية مثالية. ثالثا، جربوا اللون على جزء صغير من الجدار قبل تطبيقه على كامل الغرفة باش تتأكدوا أنه مناسب. رابعا، اختاروا الألوان بعناية بناء على حجم الغرفة والإضاءة الطبيعية. الألوان الفاتحة تجعل الغرفة تبدو أوسع وأكثر إشراقا، بينما تضيف الألوان الداكنة جوا دافئا. كانت هذه أحدث وأجمل طرق الدهانات العصرية اللي تقدروا تستعملوها في ديكور بيتكم، من الألوان المعدنية الفاخرة إلى الدهانات الصديقة للبيئة.
كل تقنية توفر لكم لمسة خاصة. أهم شيء هو اختيار اللون والتقنية المناسبة حسب مساحة الغرفة والإضاءة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا لكل جديد من دارك حطة. شاركونا في التعليقات أي تقنية عجبتكم أكثر، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.